لازم تعرف وما تتخدعش بالحاجات دي، وتعرف انت فين بالظبط عشان يبقى عندك رؤية واضحة. طيب الحاجة اللي بعد كده هي التسويق. التسويق مهم جدا جدا، ودي مشكلة، مش مشكلة بس المصور، مشكلة حتى الفنانين في الوطن العربي وبره الوطن العربي. بره الوطن العربي عندهم مؤسسات، بس احنا هنا ما عندناش، فبنضطر نعمل ده لوحدينا. فلازم تعمله، لازم تتعرفوا، تتعلموا، تخلي حد يعمله لك. التسويق مهم جدا 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 ان انت تبقى مصور ناجح مميز. بعد كده في حاجة مهمة قوي، وهي الاصرار على النجاح. انا بشوف الناس ماشيه في التصوير بخوف وقلق ومش عارف هو رايح فين، وضعيف وخايف لا يفشل، وخايف وخايف وخايف. هي لو انت ما عندكش اصرار في الطريق ده، وشايف ان انت فعلا عايز تنجح، انسى، روح اعمل حاجة تانية. لو مش موجود عندك الاصرار والعزيمة من جوه، ما تضيعش وقتك في التصوير. يبقى اذا الاصرار جزء مهم جدا جدا جدا، ان انت تبقى عندك اصرار وعزيمة. انا عايز اروح في المكان، زي ما بتحب واحدة وعايز تتجوزها، بيبقى عندك اصرار انك تعمل ده، فبتلاقي كل الحلول جت. فده مهم جدا جدا جدا. حاجة تانية مهمة، وهي ان احنا يبقى عندنا محتوى مختلف في التصوير. ازاي نوصل لده؟ انا عايزك تعمل حاجة الناس ما عملتهاش. اتفرج على الصور بتاعت الناس، شوف شغل الناس، واتفرج على قد ما تقدر، وفي النهاية خد ده ارميه في اقرب صفيحة زبالة، وطلع انت من جواك. اوكي؟ دي يعني معظم الحاجات المهمة اللي تخلي مصور مميز ناجح. اتمنى يكون ده فيه افادة ليكم. وفي كمان حاجة اخيرة اهم من كل اللي انا قلته ده، وهو ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقك في ان انت يكون ليك نصيب في التصوير. وده مش هيجي غير من نية صادقة، نيتك الصادقة. ان شاء الله يبقى ربنا ينجحكم في التصوير. وحاجة كمان قبل ما انسى، خلوا التصوير يا جماعة، التصوير شيء خاص جدا جدا جدا. من الحاجات السهلة ان انت ممكن تتميز بيها في التصوير، ان انت تفكر في حياتك ازاي تستخدم التصوير يساعد حد او يوصل حد، حتى لو بسمة، حتى لو امل، حتى لو تعالج بيه اي حاجة من حاجات المجتمع. هنا هتلاقي فيه تميز قوي. ربنا يوفقكم. اشوفكم ان شاء الله المرة الجاية وموضوع جديد. مع الف سلامة وتمنياتي ليكم بالتوفيق.